ركعتان في الليلة الثامنة من شهر شعبان، وهي هذه الليلة إن شاء الله ليلة الاثنين. ثواب هذه الصلاة أيها الأخوة والأخوات فيها غفران جميع الذنوب، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله ومضمون حديثه، يقول: من صلى هاتين الركعتين في الليلة الثامنة من شهر شعبان فلو كانت ذنوبه أكثر من زبد البحر لا يخرجه الله من الدنيا إلا طاهرا. يعني فيها غفران جميع الذنوب، ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. من صلى صلاة الليلة الثامنة من شهر شعبان، وهنيئا لمن وفق لهذه الصلاة، وهي ركعتان مثل صلاة الصبح، طبعا لا فيها آذان ولا فيها إقامة، مباشرة تنوي وتكبر. تقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد الفاتحة 5 مرات آخر آيتين من سورة البقرة، الآية 285 والآية 286، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 5 مرات، و15 مرة سورة التوحيد قل هو الله أحد. ومن لم يحفظ هاتين الآيتين بإمكانه أن يقرأها عن طريق الموبايل أو عن طريق المصحف الشريف وهو بالصلاة. هذه في الركعة الأولى. أما في الركعة الثانية بعد سورة الحمد الفاتحة تقرأ آخر آية من سورة الكهف مرة واحدة، الآية 110، قل إنما أنا بشر مثلكم، و15 مرة سورة التوحيد. وتقدر تصلي هذه الصلاة وأنت جالس. نية هذه الصلاة تقول: صلي صلاة الليلة الثامنة من شهر شعبان قربة إلى الله. وقت هذه الصلاة أو وقت هذه الصلاة من بعد صلاة العشاء وينتهي ما قبل الفجر، يعني وقت مفتوح لك، فلا تقصروا من هاتين الركعتين في الليلة الثامنة من شهر شعبان. جزاكم الله خير جزاء المحسنين، وأرجو من جميع أحبتي الأخوة والأخوات مشاركة هذا المقطع لتعم الفائدة للجميع، ولكم منا خالص الشكر والتقدير. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.